السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. النهاردة بنقدم الإصدار الجديد للدراجة الكهربائية الفونكس 2615 اي بايك. الإصدار ده جميل جدا، فيه تغييرات مهمة جدا حصلت في العجلة، فيلا بينا نشوف الإصدار الجديد منها بيقول إيه. ورجعنا لكم مرة تانية، وقبل ما نبدأ مراجعتنا يا ريت ما تنسوناش في شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه. العجلة بتاعتنا النهاردة زي ما قلنا ان احنا قدمنا منها الاصدار السابق قبل كده، ده الاصدار الجديد بتاعها. العجلة عجلة طبعا ممتازة جدا، والاصدار اللي فات اثبت كفاءة، وكل اللي خد العجلة دي شكر فيها جدا. فالنهاردة احنا بنعرض العجلة بتاعتنا برضو بنفس الاسلوب اللي احنا متعودين عليه. لما بنعرض عجلة كهرباء بنعرض الاول، بنعرضها كعجلة سرعات الاول، وبعدين بنعرض الشق الكهربي اللي فيها. الى جانب المرة دي كمان هنزود ان احنا هنقول الفرق ما بين الاصدارين اللي فات والجديد علشان تبقى الصورة واضحة لحضراتكم بالكامل. العجلة بتاعتنا زي ما قلنا هي من شركة فونكس، وهي الموديل بتاعها 2615 اي بايك. الاصدار ده زي ما قلنا ممتاز جدا، وهنشوفه في الوصف دلوقتي مع حضراتكم. والعجلة دي في منها عدة الوان هنعرضهم على حضراتكم على الشاشة زي ما حضراتكم شايفين كده. نبدأ زي ما تعودنا دايما بالفريم بتاع العجلة. طبعا العجلة بتاعتنا من الألمنيوم، الفريم ده فريم ألمنيوم زي ما هو واضح أمامكم. التصميم الجديد، الفريم بتاع العجلة مقاسه 19 بوصة. ده الموديل بتاع العجلة اللي هو الفينيكس 2615 اللي هي الاي بايك. في التصميم الجديد البطارية والكنترولر وجميع الأسلاك داخل علبة بتكون موجودة في منتصف الفريم، شكلها جميل جدا وممتازة. وشعار شركة فونكس بيكون في مقدمة الفريم زي ما دايما متعودين، شعار المعدن بتاعها. الفريم بتاعنا النهاردة كل الكابلات بتاعته كابلات داخلية، كابلات دفع. لو ابتدينا بكابل الفرامل الخلفية هنلاقيه بيدخل من أول الأب تيوب ويخرج من آخر الأب تيوب علشان يروح للفرامل الخلفية. كمان كابلات السرعات بتدخل من الداون تيوب من اليمين ومن الشمال. من اليمين علشان تخرج من أسفل الداون تيوب علشان تروح للجشمة الأمامية، ومن ناحية اليمين علشان برضو تخرج من أسفل الداون تيوب علشان توصل للجشمة الخلفية. ده بالنسبة للفريم. بالنسبة للفورك بتاع العجلة، الفورك بتاعها ممتاز جدا، وهو فورك هاف ألمونيوم. الجزء العلوي ده فيه بيبقى ألمونيوم، والفورك فيه لوك بيفتح ويقفل للمساعدين. ده الفورك بتاع العجلة، واخد اللون الذهبي، ده لون جميل جدا مدي لها شكل جديد. نيجي للجنوط بتاعة العجلة. الجنوط بتاعة العجلة هرمي طبقتين بتحوي 36 سلك. الهرمي بتاعها 25 ملي. طبعا الطبقتين دول بتبقى مقاومة للصدمات امامي وخلفي. الكاوتش بتاع العجلة من شركة فونكس، المقاس بتاعه 26 في 2.125. ده عرض بتاعه مناسب جدا وكويس جدا. زي ما قلنا ان الجنوط بتحوي 36 سلك، لكن احنا بنلاحظ ان السلوك الخلفية بتكون دبل او التخانة بتاعتها مرتين من الجنط الامامي، لان طبعا دي بيكون فيها الموتور، فطبعا بتحتاج انها تكون بتستحمل، السلوك الخلفية سلوك دبل. السرر بتاعت العجلة بتكون الامامية كويك ريليز على رمان بيل، والخلفية برضو بتكون رمان بيل بتحوي الموتور بتاع العجلة، بس طبعا بتكون صمويل. نيجي بقى لجروب السرعات. بنلاقي عندنا الشفترات اللي هي تي اكس 30 اللي هي الشيمانو. الشمال 3، اليمين بيكون 7. الجشمة الأمامية بتكون شيمانو، الجشمة الخلفية شيمانو تي اكس. وطبعا التي اكس دي طبعا مشهورة هنا في مصر في منتجات كتير جدا، وجشمة أثبتت كفاءة وممتازة جدا. عندنا الفري ويل اي تي اي 7 سرعات، الترس الكبير بيكون 28 والصغير 14. الجنزير بتاع العجلة بيكون نارو. الترس والدراعات بتاعت البدال بتكون من ماركة فونكس. كفف البدال ألمونيوم. قلب البدال بيكون رمان بيل. نيجي بقى للكرسي. الكرسي بتاع العجلة بيكون كرسي طبي مريح جدا من فونكس، بيكون فيه صوصات خلفي. كرسي نفسه عريض ممتاز ومريح جدا. الطيش بتاع الكرسي بيكون فونكس من الحديد، بيطلع وبينزل كويك ريليز. والكرسي بيكون اسفله العاكس الخلفي.
الفرامل بتاعت العجلة بتكون ديسك بريك ديودر، الاسطوانة بتاعتها 160 مللي. طبعا دراعات الفرامل بتكون دراعات اللي هي بالفصل، او بمعنى اصح اللي هي بتفصل الكهرباء عن الموتور. ده هنتكلم عنها لما نيجي للكلام عن الجزء الكهربي. دي بتكون دراعات ألمونيوم بيكون فيها فصل الحركة عن الموتور. بيجي مع العجلة 2 رفرف خلفي وأمامي. نيجي بقى لموضوع الجادون. الجادون بتاع العجلة، البار بتاع الجادون بيكون العرض بتاعه 70 سنتي، ده عرض جميل جدا ومناسب. بار الجادون بيكون من الحديد. رقبة الجادون بتكون من الألمونيوم. وفي الساعة اللي بتنزل في الموديلات بتاعت فونكس، في موديلات كتير بينزل فيها الساعة دي. الساعة دي بتكون مثبتة في الهيد بوست. دي العجلة بالكامل، يعني احنا شرحناها كعجلة عادية ده بالكامل. نيجي بقى لجزء الكهرباء. العجلة اللي معانا دي الموتور بتاعها بيكون موتور 500 واط. البطارية بتاعت العجلة 48 فولت 12 امبير. الميزة اللي معانا المرة دي ان البطارية هي من ليثيوم فوسفات الحديد، اللي هي اعلى من الاصدار السابق. الاصدار السابق كان البطاريات ليثيوم ايون، لكن ليثيوم فوسفات الحديد بتعيش فترة اطول، تعيش فترات طويلة جدا الى جانب العمر الطويل، فالبطارية دي امان اكتر من الليثيوم ايون بكتير. العجلة بتيجي معانا بشاشة LCD 5 بوصة بيكون فيها كل مؤشرات العجلة، وكمان بيجي فيها كشاف انارة امامي وكلاكس مدمج في نفس الكشاف. والاصدار اللي معانا ده كمان فيه ميزة مهمة جدا. اصدار بيشتغل بزر الباور، واصدار بيشتغل بشفرة RFID. طبعا شفرة RFID دي طبعا بتكون امان اكتر. انت بيكون معاك الشفرة، بتستطيع من خلالها ان انت تشغل العجلة عادي. بيكون معاك 3 نسخ. وللناس اللي هي مش فاهمة شفرة RFID، دي الشفرة اللي هي بتبقى مستخدمة في الاسانسير. بتحط الشفرة جنب العجلة في المكان ده، العجلة بتشتغل معاك على طول. بس طبعا الإصدار اللي فيه الشفرة ده بيكون أزيد في السعر من الإصدار اللي هو بمفتاح فقط. وطبعا دي ميزة جميلة جدا وتطور مفيد جدا نزل في الإصدار الجديد ده. نيجي للتجربة العملية للعجلة. العجلة ليها زر باور بيبقى موجود هنا، بنضغط عليه بنفتح زر الباور، وبعدين بنتجه للشاشة. زر الباور بتاع الشاشة بنضغط عليه مطولا 5 ثواني بيشتغل معانا زر الشاشة. لما نيجي نشرح الشاشة بتاعتنا، الشاشة بتاعتنا شاشة سهلة خالص. أول حاجة فوق اللي هي السرعة بتاعت العجلة، بتبين لنا السرعة احنا ماشيين على كام. بعد كده المؤشر بتاع البطارية بيقول لنا البطارية فيها كام في المية. بعد كده بيكون مؤشر BAS أو البدال أسيستنت سيستم، اللي هو نظام مساعد البدال. نظام مساعد البدال ده بيتكون من 6 مستويات. المستويات دي احنا بنقدر نتحكم فيها عن طريق الزر العالية اللي هو السهم اللي فوق، والزر اللي هو الخفض اللي هو السهم اللي أسفل. طيب احنا بنستفيد ايه من موضوع BAS ده؟ انت بتكون بتستخدم العجلة مش عايز تزود من يد التزويد، لكن عايز تستخدم العجلة كرياضة، وفي نفس الوقت ما تكونش تقيلة عليك، تكون الموتور بيساعدك. فانت بتستخدم درجات من المساعدة حسب رغبتك، بدءا من الصفر. الصفر ده احنا بنجيبه من هنا، بننزل للصفر كده، معناها ان العجلة هتمشي معانا كعجلة عادية بس مفيش اي مساعدة من الموتور. طيب عايزين نعلى بالمساعدة، فهيكون اول درجة معانا رقم 1، بنضغط على السهم ده بيدينا رقم 1. طيب عايزين مساعدة اكتر 2، وهكذا 3 4 5. يبقى احنا عندنا 5 مستويات. طيب مستوى الخامس ده هو اعلى حاجة، بيساعدك بشكل كبير جدا، وانت بتبدل كأن انت يعني بتعمل مجهود ضعيف جدا جدا. تمام. حبينا ننزل برضو بننزل بنفس المستوى كده. في عندنا جزء كمان لما بنستخدمه بيساعدنا كتير، وهو جزء الووك. لما بنضغط على السهم اللي تحت ده مطولا بيظهر عندنا المود بتاع الووك. المود بتاع الووك ده بيمشينا بسرعة 10 كيلو من غير ما تعمل اي حاجة. اول ما حضرتك تفرمل سواء ورا او قدام، المود ده بيرجع تاني وبيفصل زي ما هو واضح. طبعا الجزء اللي تحت خالص اللي هو الاصفار الكتير ده بيكون الكيلومترات اللي احنا مشيناها، زي عداد العربية او الموتوسيكل.
العداد تراكمي بيعرفك انت مشيت قد ايه من اول ما بدات يعني استخدام العجله، لكن انت ما بتقدرش ان انت ترجعه للصفر تاني، لان هو بيبين لك المسافات اللي مشتها العجله من اول ما بدات عمل يعني. لما بنحب بنزود كده، العجله بتمشي معانا اهي، بتجيب معانا لحد 49 50 كيلو. بيبدأ بقى لما بنسيب بيبدأ يتناقص لحد ما يوصل للصفر وتقف معانا العجلة. طبعا انت لما بتركب العجلة ويكون عليها لود او حمل، السرعة ممكن بتقل مثلا معاك شوية ل 45 كيلو 44 كيلو، لكن هي جايبة وهي طبعا مرفوعة عن الأرض 50 كيلو، ودي سرعة كويسة جدا وممتازة جدا بالنسبة للعجلة يعني في المواصفات دي وبالوزن ده، لأن طبعا لو السرعة زادت عن كده طبعا هيبقى فيه خطورة على اللي راكب، وكمان نظام الفرامل مش هيقدر ان هو يستوعب سرعة أكبر من كده. تمام، فالسرعة مناسبة جدا وممتازة، ويعني انا جربتها فعليا، العجله بتطير بتجري بيك بتجري يعني. عندنا هنا الجزء بتاع الكشاف، عندنا هنا ده زر الكلاكس. الكلاكس طبعا صوته عالي، الكلاكس زي ما حضراتكم شايفين الصوت بتاعه عالي. هنا زر الكشاف لما بنحب ندور الاضاءه او نطفيها. بنيجي بقى علشان ان احنا نقفل العجله، طبعا بنتك على زر الباور هنا مطولا، وللأمان بنقفل برضو الزر ده. طبعا العجلة بيجي معاها شاحن، ده الشاحن اللي بيجي مع العجلة، بيكون مناسب ل 48 فولت. طبعا بنحط الشاحن في الكهرباء الأول، لما بنحطه في الكهرباء الجزء ده بينور أخضر، بنوصله بالعجلة بينور أحمر، بنسيبها تشحن لحد ما يرجع للون الأخضر تاني، يبقى كده هي أتمت الشحن. بيتم الشحن في حدود 4 ساعات. ده طبعا هنا بيكون السوكت بتاع الشحن بتاع العجلة بيكون موجود هنا، ومعانا السلوك بتاعت العجلة كلها بتدخل هنا في مقدمة العلبة اللي موجودة بتاعت العجلة، يعني كل السلوك من الداخل زي ما حضراتكم شايفين. يا رب أكون قدرت أوضح العجلة بالكامل كده. أنا شرحت كل حاجة في العجلة سواء عجلة عادية أو عجلة كهرباء، فيلا بينا نشوف المحصلة النهائية لمراجعتنا النهاردة بتقول إيه. ودلوقتي مع المحصلة النهائية لمراجعتنا النهاردة. زي ما قلنا العجلة بتاعتنا النهاردة عجلة ممتازة جدا، والإصدار ده بالذات إصدار جميل جدا ومواصفاته عالية. لو حبينا إن احنا نتكلم على المميزات ونشرح المميزات بتاعت الإصدار الجديد، أول نعد مميزاتها كعجلة عادية. العجلة بالكامل عجلة ألمونيوم، الشفترات شيمانو، جشماتها شيمانو، ماركات السرعات بتاعتها والجشمات والشفترات ممتازة جدا. طبعا العجلة معاها ساعة هدية، العجلة فيها رفارف، كرسي طبي مريح، يعني مواصفات العجلة كلها ممتازة كعجلة عادية. نيجي بقى لمواصفات الكهرباء. احنا معانا موتور قوي جدا، موتور 500 واط، يعني للناس اللي هي بتسألنا انا عايز اطلع كوبري علوي، عايز يعني استخدم العجلة استخدام شاق، انت معاك موتور 500 واط، الموتور ده يطلع بيك كوبري علوي عادي على الموتور، مش بمساعدة البدال ولا اي حاجة، لا هتطلع بيها عادي وتستخدمها عادي لان الموتور بتاعها قوي جدا. العجله اللي معانا البطاريه بتاعتها 48 فولت 12 امبير، وزي ما قلنا البطاريه دي ليثيوم فوسفات الحديد. البطاريه دي معمره جدا، بتعيش 5 سنين، اقل حاجه 5 سنين. الى جانب الامان بتاعها، هي امن من الليثيوم ايون بكتير جدا. الى جانب ان العجله دي فيها شاشه LCD 5 بوصه، فيها كل مؤشرات العجله، بتعمل لك كل حاجه. عايز تعرف الفولت بتاع البطاريه، عايز تعرف انت ماشي على سرعه كام، اي حاجه انت عايزها الشاشه دي بتقول لك عليها. العقل الذكي بتاع العجله كله. الى جانب التصميم الجديد، العلبه اللي معموله للبطاريه والكنترولر والاسلاك، كل الحاجات دي مش باينه من بره، يعني الاسلاك في الاصدار اللي قبل كده كانت الاسلاك باينه، الشكل ما كانش زي ده. فالشكل انا شايف من وجهه نظري ان الشكل المره دي بقى احسن بكتير. السرعه بتاعت العجله بتجيب 50 كيلو، عجله موتور قوي وممتازه. يعني لو حبينا نعرض المميزات هنقعد نتكلم كتير، لكن في المجمل العجله ممتازه، سرعتها قويه، مده الشحن بتاعت العجله يعني 4 ساعات، ودي مده قليله جدا.
العجلة بتمشي معاك 35 كيلو في الشحنة الكاملة، ودي برضو مسافة كويسة. ونيجي بقى دلوقتي للفرق بين الإصدارين، الإصدار السابق والإصدار الجديد اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة من الدراجة الفونكس الكهرباء ال 2615. اللي طبعا أول فرق، وده الفرق الكبير جدا والواضح، هو فرق البطارية. البطارية كانت في الإصدار القديم بطارية ليثيوم أيون، الإصدار ده البطارية ليثيوم فوسفات الحديد. وزي ما وضحنا احنا قلنا الليثيوم فوسفات الحديد عمرها أطول. كمان البطارية دي بتكون بدون مشاكل. يعني ايه بدون مشاكل؟ يعني هي أأمن بكتير من الليثيوم أيون. يعني لو حضراتكم تفضلتوا بالبحث عن الموضوع ده هتلاقوا العمر الافتراضي والأمان أكتر مع الليثيوم فوسفات الحديد. ده بالنسبة لموضوع البطارية. كمان الهاوسنج بتاع البطارية أو الشكل اللي موجود فيه البطارية في الإصدارين بيختلف. الإصدار الجديد شكل البطارية بالكنترولر بالسلوك كلها موجودة في علبة شيك جدا، موجودة في منتصف الفريم، وده شيء محقق جمال لشكل العجلة أكتر من الإصدار القديم. إلى جانب الفرق الثالث إضافة كشاف وكلاكس للعجلة، ده ما كانش موجود طبعا في الإصدار القديم. وطبعا زي ما قلنا إن ده فرق مهم جدا. وكمان عندنا الفرق الرابع ما بين الإصدار القديم والجديد، إن الإصدار الجديد ده بقى فيه حاجات فيها بإمكانية الشفرة RFID اللي شرحناها في الأول، اللي هي بتشغل العجلة عن طريق الشفرة. دي الحاجات الأساسية أو الفروق الأساسية اللي موجودة، فرق ما بين الإصدار القديم والإصدار الجديد. وأنا شايف إن فعلا الإصدار الجديد الحاجات اللي أضيفت إليه دي حاجات جوهرية، أهمهم طبعا البطارية، وحاجات مهمة جدا. الناس كانت بتطالب في الإصدار القديم بكلاكس وكشاف وكلام من ده، طبعا ده اتعدل في الإصدار ده. فأنا حابب إن أنا أتكلم مع حضراتكم في بعض الأمور اللي الناس بتسأل عليها. يعني في ناس كتير بتسألنا، أنا عندي عجلة عادية وعايز أحولها لكهرباء، إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ طبعا الموضوع ده خد يعني أكتر من حقه كتير جدا. إن موضوع تحويل العجلة لكهرباء ده موضوع غير مجدي. ليه غير مجدي؟ اولا علشان حضرتك تجيب مكونات. طبعا عجله زي اللي معانا دي احنا عندنا كل قطع الغيار، او اي عجله كهرباء احنا بنبيعها عندنا جميع قطع غيارها. فانا ممكن ان انا اجيب مثلا كل قطع الغيار دي واحطها على عجله عاديه، الموضوع هيكون مكلف جدا بالنسبه لك. لما تشتري عجله كهرباء كامله هيكون اوفر. طيب انا بسمع على النت ناس بتقول احول لك عجلتك كهرباء ب 5000 جنيه، ب 4000 جنيه، ب 6000 جنيه. طبعا كل الكلام ده كلام يعني في خداع كبير للناس، لان هو ببساطه جدا اللي بيعمل لك كده ده بيحط لك بطاريات اللي هي معموله مصنعه من بطاريات اللابتوب المستعمله، اللي هي مش هتدي معاك اداء شهر ولا شهر ونص، وتبص تلاقي الدنيا كلها باظت معاك والعجله وقفت. الى جانب مكونات موتور اي كلام، يعني هيجيب لك بقى حاجات اي كلام. طيب ما انا اكون في غنى عن ان انا اعمل في نفسي كده، او ان انا اشتري حاجه وبعد كده ادوخ في قطع غيار وادوخ في ان انا العجله ما تديش الاداء اللي انا عايزه فيها. فالافضل ان انت تاخد عجله كهرباء كامله جايه من مصنعها ومن شركتها، عجله كهرباء كامله. بالنسبه للعجل الكهرباء احنا عندنا تشكيله كبيره جدا من العجل الكهرباء. اللي حابب ان هو يشوفها او ياخد فكره عنها يتواصل معنا على الواتس. احنا بنسيب الواتس بتاعنا اسفل الفيديو، وما نتضايقش خالص من اي حد يستفسر. استفسر براحتك وخد وقتك في الكلام علشان تبقى واخد حاجه وانت مقتنع بيها. نرجع لموضوعنا في العجله اللي معانا دي. احنا قلنا العجله دي بتمشي بسرعه 50 كيلو، بتشحن في 4 ساعات، كل قطع غيارها متوفره، الصيانه بتاعتها سهله جدا لان دايره الكهرباء اصلا يعني دايره مبسطه، فاي حد عنده فكره بسيطه عن الكهرباء بيصينها. وكمان قطع الغيار متوفره، احنا عندنا العجل متوفر وبنشحن لكل المحافظات. وكمان قطع الغيار لو حضرتك محتاج اي قطعه غيار تبعت لي على الواتس وبشحنها لك تاني يوم بتكون عندك على طول. يا رب اكون قدرت افيدكم واشرح العجله وتاخدوا فكره كامله عنها، وان شاء الله الى فيديوهات قادمه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.